السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة الطحينة بس بالعيش الفينو. بصوا، ده عيش فينو عادي بس بايت عندنا بقاله مثلا يوم ولا حاجة، مش عايزينه. هنحط عليه دلوقتي مية مغلية. احنا كده حطينا مية مغلية على العيش الفينو. دلوقتي هنسيبه بقى كده ربع ساعة أو تلت ساعة لما تبرد المية كده. زي ما احنا شايفين انا جبت بصلة دلوقتي هحط عليها مية مغلية واحطها بقى على البوتاجاز، وبعد كده بعد ما تستوي هقول لكم هنعمل ايه. كده حطينا البصله تغلي كده على النار لغايه ما تستوي، بعد كده اقول لكم هنعمل ايه. كده البصله استوت، نصفيها من الميه ونجيب بقى الخلاط عشان نعمل الطحينه. وكده المكونات كلها مع العيش مع البصل مع كله مع الطحينه حطيناها في الخلاط. وكده كميه الطحينه اللي طلعت، بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، اكتر من كيلو وربع او كيلو ونص طحينه. هما بيعملوها كده في المحلات.